ارحب فيكم مشاهدينا بحلقه جديده. انا راح ارحب بدايه جديده بما ان انا وحمد رضا تاخرنا بالدخول. ارحب فيكم بعد هالغيبه من الويكند اللي طاف وكذي. فشفنا تقرير حلو عن مهرجان نجوم فبراير. وايد كان مثل ما قالوا البنات وايد كان تقرير، وايد كان المهرجان حلو. بدع ما شاء الله يعني كلهم بدعوا. وانا اشوف يعني كلمة نجوم فعلا يستحقون كلمة نجوم. تبارك الرحمن. بدر شعيبي بدع بالبداية الشعلة الحفلة. بعدها من يا عبد السلام، بعدها ابراهيم دش وشمع حمدان عبد الفتاح قريني. يا عيني عليهم صدق يعني حفلة كانت اكثر من روعة. ما شاء الله حضور اعلامي كبير. ما قصروا نجوم فبراير، اعطونا دعوة خاصة حق هذا المهرجان عشان نغطيه. يعني هذا المهرجان حمود فعلا يستحق انك تغطي هذا المهرجان من بدايته لنهايته. الكلمة الحلوة حمود اللي ابي اقولها ان عطوا الشباب حقهم. شفت الشباب الكويتي، شفت المواهب اللي عندهم. ابراهيم عبد السلام بدر عندهم مواهب كثيره بالغناء وادوها حق المتابعين والجمهور. يعني الحلو اللي فيه مثل ما قلت مهرجان شبابي وايد حلو، احنا استمتعنا فيه ويعطيهم العافيه على الدعوات الخاصه اللي دعونا. برنامج جاذرينج كان تغطيه خاصه، اتوقع ما في تلفزيون ولا تلفزيون ثاني غطى مثل تغطيتنا، او انه كان شيء حصري. الشيء الحلو حمود ان نجوم الشباب خلف الكواليس كانوا حيل متواضعين. تي تاخذ منهم الكلمه حيل وايد، يعني شلون اقول لك، يستانسون. احنا مستانسين التلفزيون شاهد. اعطونا كلمات خاصه حق العيد الوطني، حق رمضان، حق جاذرينج، حق الشاهد، وحق العيد الوطني وحق رمضان. يعني يا عين عليهم فعلا تواضع كل معنى الكلمه. يمكن احنا قبل كنا نشوفهم من وراء الكاميرات، لما تدخل وياهم انت وتعيش الجو فعلا متواضعين كل التواضع. يستانسون لما تشوف مذيع واحد من الشباب مثلهم يقابلهم يعطيك كل اللي عنده. تشوف ابراهيم دشتي قشمرته قبل المسرح ماخذ مايك الشاد يقول ابي اسوي بروفا عليه قبل ما ادخل الستيج. يعني فعلا ابراهيم اعطانا اجواء وايد حلوه وضحكنا. احلى تحيه وتقدير حق ابراهيم دشتي، ما قصرت فعلا. هذا الانسان كان يعني قمه التواضع. اكيد طبعا يعطيهم العافيه الشباب اللي غنوا بنجوم فبراير، ويعطيكم العافيه جاذرينج على التغطيه الحلوه اللي صارت. اكيد لان احنا بالكويت نبدي وداخل قلب الكويت ننتهي. كل واحد فينا اكيد يحتار شلون يعبر عن حبه حق الكويت وشلون يعبر عن وفاء حق هذه الارض الطيبه. لكن الطيب يزيد طيبه مع رشه عطر مع مصمم وخبير العطورات استاذ خالد العنزي. رحب فيك في البدايه وكل عام وانت بخير. يا مرحبا. وطبعا اكيد احنا مستانسين ومعيدين، وبالكويت طبعا كل احتفالات ونحتاج الريحه الحلوه والطيب، وانت اليوم ما قصرت ويانا. نبيك تكلمنا عن نفسك بالبدايه وتكلمنا عن رشه عطر وشنو هي رشه عطر. الله يسلمك. شركه رشه عطر شركه كويتيه بالاساس. انا بديت فيها قبل تقريبا 3 سنوات كتجاره، لكن كخبره في العطور صار لي 10 سنوات. كنت هاوي اجمع عطور، نوادر عطور، اسوي عطور حق نفسي وحق الاصدقاء. بعدين دخلت في البزنس والحمد لله خلال 3 سنوات وصلت مستوى يعني جدا انا راضي عنه الحمد لله. انا ارحب فيك استاذ خالد ابو حمد. طبعا انت مو غريب علينا اكيد. ابيك تكلمنا سبب دخولك على هالمجال. سبب دخولي حب للمجال. انا قلت لك من الاساس انا هاوي للعطور، وكنت اجمع نوادر العطور لدرجه ان في بعض المرات سافرت عشان اشتري عطر معين. صارت معي مرتين يعني. في عطر سافرت يعني مكان في عطر سمعت فيه، كنت بدوره بمكان وعرفت انه في مكان معين. والعطر فرنسي ولا من لا كان في بريطانيا. يعني فرنسي العطر؟ لا كان عود بس ببريطانيا. في بريطانيا. حلو. سويت نفس خلطه؟ سويت صراحه. حلو. بسم الله. طبعا ارحب فيك ضيفنا اليوم. اكيد انت منورنا بحلقتنا واكيد نستمتع وياك باحتفالاتنا اليوم. بالبدايه مو بالبدايه، هم خلصوا بالبدايه، بس قول لنا شنو هي اخر عطوراتك وشنو اكثر عطر مميز عندك، واكيد نبي السبب. والله شوفي، اخر عطور انا نزلت عطر اسمه توأم روحي يا كويت. العطر هذا هو اصلا اسمه توأم روحي، هو اول عطر في العالم بطريقه المزج المباشر. شلون المزج المباشر؟ هو تفتحين الراس يطلع لك عطرين، وفي حديده تحطها مع اداه تحطها يبخون العطرين مع بعض. لما يبخون العطرين العود على اليد اليمين واليسار مسك، نوع من المسك ونوع من براءة اختراع. عندي فيها براءة اختراع وشغال فيه. فلما انت قاعده الحين اللي على يمين الاخ يشم عود، انت تشمين مسك. لما تتحركين تتغير الريحه معك حسب اتجاهك، حسب اتجاه الهواء. فانا بعد ما نجح معي الحمد لله نجاح، نزلت واحد اسمه توأم روحي يا كويت. هو انا ليش سميته اصلا توأم روحي؟ لانه هو عباره عن زجاجتين في زجاجات، عطرين توأم. فتخيلت ان الشعب الكويتي
حلو. عباره عن شيئين مختلفين مثلا، لان الشعب يختلف في اختلاف توجهاته، لكن في الاخير تجمعهم الكويت، يعطون نفس الكويت، يعطون ريحه طيبه للكويت. فهذا الفكره اللي جت. حلو، يعني معلومات جميله. كل راعي محل عود عنده معامل ورشوش خاصه فيه. عندك انت بعد؟ عندي كل شيء الحمد لله، عندي شيء سبيشال. هذا توأم روحي الكويت، هذا اول عطر بالعالم، يعني ولا شركه في العالم سبقتني حق كان شفنا شكله ورانا. انا والله اساسهم صور عندنا بتقرير، توقعت انهم يطلعونه وصار خطأ، المفروض انه يجي بس. حلو، يعني دائما الاشياء الفريده تمتاز فيها تبارك الرحمن. توأم روحي فعلا، يعني اسم جميل، يعني قبل ما اشم ادري ريحته حلوه من الاسم، عرفتي؟ الله يسلمك. زين استاذ خالد، بغيت اسالك سؤال. طبعا صايره عندنا الهبه اللي صارت، حتى يعني مو بس من الشباب الكويتيين او من فئات، صاروا حتى لها ندوه يجيب لك عطورات بالكرتونه مالتها والكيس مالها، مثلا يجيب لك عطر، مثلا يجيب لك عطر شانيل مثلا يجيب لك كوكو شانيل. انت عارف كوكو شانيل كم قيمته برا بالسوق؟ يعطيك فرق عنه 8 دنانير. طبعا احنا الكويتيين نصدق الله على ولنا ارخص ونستانس انه بسرعه ما شاء الله علينا، يعني نقتنع. يقول لنا والله هذا اصله، ونشوف انه هو طبعا بالكيس ماله والشفاف والهذا، يقول لك هذا اصلي بس تستر. ابي اضيف شغله، ويقول يعني راعي المحل انه يقول له ليش قاعد تبيع ارخص زين وهو اصلي، يعني اصلي عندك اصلي بالمحل. يقول لي انا اشتريه بالجمله، فراح يكون وايد ارخص من المحل. والشغله الثانيه لما ينباع بالمحل هناك ايجارات يعني المحلات في المجمعات الغاليه الثمينه ايجارها وايد اغلى، فعشان شي يبيعون اغلى. انا عندي سعر وايد اقل ان انا اشتري بالجمله، والايدي العامله اللي عندي بالمحل يشتغلون هم ارخص. هذا المبرر ماله. وعقب ما قاطعك استاذ، وعقب ما تشتري، انت شريت الحين خلاص، عقب ما تشتري اول ما ترشه اصلا تشم ريحه 5 دقائق بعدها تختفي. فشنو شلون انا ممكن اصدق انه شنو السر؟ شوف، في العالم كله اللي يصنع العطور هم 3 شركات او 4 شركات. شركة ماركات العطور، شانيل هي شركة اتوقع يمكن هي الوحيدة اللي عندها مصنع عطور خاص فيها. اي عطر عالمي، شانيل، غوتشي، له سعر محدد عالميا، يختلف عاد حسب، يعني انا يختلف مثلا بفرنسا عن الكويت تختلف التاكس وما التاكس، يعني شيء بسيط. لا انا قصدي اتكلم عن هني بالكويت، يعني مثلا عطر شانيل هني في الكويت لما تروحين للوكيل حقه تلقين سعره مثلا معين 20 50 40 دينار، ثقي تماما مستحيل تحصلين اقل من السعر هذا، لانه هو الوكيل هو الوحيد اللي يجيب الاصلي. عاد شلون يجيبونه شلون رخيص ما ادري شلون، بس انا اتوقع يعني ممكن انهم برنت الكرتونه سهله اطبع نفسها، والزجاجه سهله اجيبها من الصين، والعطر فيه بكوبي منه. شانيل مثلا ليش عطورها غاليه، او العطور الغاليه ليش غاليه؟ غاليه مو عشان الاسم بس. انا ما بتكلم عن شانيل بس. لا ما اتكلم عن شانيل، اعطيك مثال. اتكلم ان انا عقب ما اشتري ويكون هو غالي. انت لما تفرق 30 دنانير مو رخيص. انا قلت ليش غالي، بس انا شلون اعرف ان هذا اصلي ولا لا؟ اشتريه من شركه معروفه بس باختصار. يعني لا تشترينه من محل صغير او محل غير معروف. يعني انا عندي بشركتي انا ما ابيع اي عطر الا براند نيم حقي انا، يعني ما ابيع مثلا عطور اي عطر ايا كان. العطور اللي ما تحصلينها برا، العطور الشركات اللي برا ما انا ابيعها. زين خالد، ما قاطعك، انت ما شاء الله عليك يعني بكل مناسبه تكون مميز انك تسوي لك عطر مميز. بالفالنتاين سويت عطر كان صداه وايد كبير. هل هالشيء هو اللي خلاك، وهم سمعنا انك مسوي عطر حق عشان شخصيه مهمه بالكويت، عطر خاص فيه، يلا تكلمنا عنه هذا. والله انا اصلا اسوي عطور حسب الطلب حق شخصيات بالسعوديه، بالكويت، في قطر، في الامارات، في شخصيات شوي يعني اللي يعرفوني مع الوقت اسوي لهم عطور من الدهن العود الطبيعي، عطور من الورد الطبيعي، تختلف عن العطور اللي احنا نشوف، لان انا بديت اسوي عطور من الدهن العود. عندي عطور مثلا عطر اسمه نفيس، هذا عطر نفيس انا مسوي من دهن العود البورمي والكمبودي مع الورد السبارتا التركي. العطور هذه تختلف عن العطور الثانيه، ليش؟ ريحتها حيل قويه، حيل نفاثه، يعني خط غير، يعني واحد مو وغاليه شوي. السر لان العود اللي فيه، المواد اللي احنا نحطها في العطور العاديه مواد زيت اللي هي بزيوت كيميكالز، وبعضها معها ورود بس مو طبيعيه بنسبه كبيره، تكون طبيعيه 1% 2%. العطور الغاليه انا اسويها ليش غاليه؟ اعطيك مثال، العطر اللي سويته اخر واحد مسوي من دهن العود الكلكاسي، دهن العود الكلكاسي عندي التوله 400 دينار سعرها، فانا لما اسوي لك عطر 100 ملي احط لك بتوله فيه، هذا 400 على جنب. تبين ورد عليه، ليش؟ الورد يعطي العود قوه فوحان،
اذا حطيتيه اقل من 5% 4% ما تبين ريحته، بس تعطيه فوحان تخلي العود يفوح قوي جدا. من تطلعين فوق ال 5% تبدا ريحه الورد تبين. اذا زدت فوق ال 10% تخرب الريحه خالص. خالد، دائما جاذرينج مشاهدين جاذرينج دائما يكون في لهم فضول شوي، نبي نعرف اسم الشخصيه اللي سويت لها العطر. والله صراحه شخصيه ما والله انا عندي اكثر من شخص يعني، حتى شخصيات كثيره يعني صراحه ما نبي هم يطلبون مني انا ما نبي نحرجك يعني. انت تبارك الرحمن ما شاء الله فعلا معلومات جميله. هل تفكر بادخال الاحجار الكريمه حق يعني مجموعتك العطريه، وعلما انك تمتلك انت يعني ما شاء الله عليك ذو تصميم مميز ونادر؟ الله يسلمك. في عندي انا بعد زبون جاني قال لي انا ابي صندوق هديه، ابي اهديه حق انسان عزيز علي وابي شيء فخم. قلت له حط لك كذا كاسه، حط لك كذا. قال لا ابي شيء يعني مميز. قلت له ما اقدر، لا انت مسوي ب3 زجاجات احط لك على كل زجاجه قطعه الملماس اشتريها وانت تدفع حقها. قال اشتريها لي، فحطيت له على كل زجاجه قطعه الملماس، وخذ يعني كان الشكل مميز. حتى الزجاجه اللي جبتها له طلبتها طلبيه من ايطاليا، كان منحوت نحت ومطلي بالذهب، فكان شيء مميز جدا جدا يعني. حلو. طبعا اكيد وانت حسب مميز الطلب جدا يعني. جدا. نبيك تقول لنا عن الافرع اللي عندك عشان المشاهدين اذا حابين. والله عندي انا اول فرع بالعقيله في الليوان مول، وعندي فرع بالجهر الناصر مول، وعندي فرع في الفروانيه مغاتير مول. فرع مغاتير ان شاء الله يفتح باكر او بعد ان شاء الله. ان شاء الله ديكورات. حلو. وعندنا فرع فكره جديده بالكويت، ما حد سواها، هي فرع متنقل. في عندنا سياره كبيره فيها جميع العطور من جميع الماركه شغلنا، الكل اللي بالمحل موجود فيها. انت كزبون تتصل يجيك للبيت مع العطور التستر، تختار العطر اللي تبينه. حلو. يروح يجيب بالسياره، يجيب لك الكيس ويجي يعني المحل يوصلك للبيت اي مكان تقيمه بالكويت. وايد حلو. طبعا اكيد يعطيك الف عافيه، واكيد هم مكملين معاك اليوم اسئلتنا، بس الحين احنا نحب نطلع تقرير مع مشاهدينا. طبعا اخوي محمد زيد بيسوي التقرير، خلينا نشوف التقرير عن اعمال اخونا خالد ونرد لكم مره ثانيه. راح فيكم مشاهدينا، احنا طبعا متواجدين هنا بمجمع ليوان في احد فروع شركه رشا للعطور. معانا الاستاذ وليد، يعطيك العافيه استاذ وليد. الله يعافيك يا رب. استاذ وليد، بالبدايه ابيك تكلمنا يعني عن اكثر العطورات اللي نقول عليها ضغط من الناس، وايد عليها اقبال من الناس. الضغط على العطورات بشكل عام، يعني العطورات ما شاء الله عطورات احنا كامل ماشيه، بس في ضغطين ما شاء الله على عطر حلم. عطر حلم وعطر وايت هارت. عطر حلم متخصص طبعا نسائي، يعني النساء من ابتكار الاستاذ خالد طبعا
الاحتكار يعني شيء مو طبيعي، يعني شيء يمشي وايد نسائي على طلب كثير، وارخص عطر عندنا، يعني ارخص واكثر مبيعا. ارخص عطر واكثر مبيعا عندنا. شو السبب؟ السبب انه ناخذ كميات من فرنسا كثير بالكميه كبيره، فطلع السعر فيه ارخص، فاحنا نبيعه بتكلفه ممتازه جدا عشان لانه على طلب، ما نقدرش نرفع سعره عشان نكسب الزبائن فيه. وفي معنا العطر الثاني عطر وايت هارت، طبعا يسمى القاب الابيض بالعربي، فهو اكثر مبيعا، يستخدم يونيسكس رجال نسائي، ومكانه يعني في تطور العطر يعني نفسه طورنا العطرين حلم ووايت هارت كمجموعه كبيره يعني. ردينا بعد هذا التقرير الجميل والاكثر من الحلو. يعطيك العافيه استاذ خالد، ويعطيك العافيه ابو جاسم على هذا التقرير الحلو. طبعا هذا محلك كان في منطقه العقيله، تبارك الرحمن، شوف البخور والعطرات الحلوه. بس لك يعني ما شاء الله خبره كبيره، يعني من كلامك قاعد اشوف لما تقول لي هذا العطر قوته 5% 10% وفوق، يعطيك قوه مبالغ فيها فيخرب العطر، فمن وين عندك الخبره الكبيره؟ من خلال التجربه، من خلال الاخطاء اللي طحت فيها، ومن يعني احتكاكي في المصانع، اروح مصانع فرنسيه ومصانع اسبانيه واتعامل معاهم، اقعد انا وياهم اخذ دورات عندهم الى ان صرت انا الحين اعطي دورات في تصنيع العطور. حلو. استاذ خالد، يعني ما قاطعك، اداره معارض العطور بالكويت تعتبر يمكن من اشهر المعارض بالخليج، كان لك عتب شوي عليها، وشلون شايف تطورها؟ والله شوف، معرض الكويت للعطور هو يعني اشهر معرض عطور اتوقع في الشرق الاوسط، يعني وله زباين وله اقبال، جميع شركات العطور تعمل لها 1000 حساب. ولكن عندنا مشكله في، يعني الواحد يقول الصدق، يعني عندنا مشكله في توزيع الشركات داخل المحلات داخل العطور. في عندهم قانون ان اي شركه اذا انت ماخذ البوت هذا وما تبي تطلع تسلمه حق الاداره، وفي شركات ثانيه ماخذه بدور بعدك تاخذ صح. فمره يعني في اكثر من مكان، صاله 5 وصاله 6، في بصاله 6 موقع طلعوا لنا ناس حاطين اعلان والتنازل يبون يبيعونه. انا على بالي صدق رحت قلت له بيع المحل، قالوا لي انت الوحيد ما نعطيك. ليش؟ تنافس بيني وبين شركه ثانيه، قال نبي نعطي الشركه الثانيه. يعني فيها وساط اكثر شوي؟ منه، لا هو بيع مشترى. قلت انا اكثر منه، فاعطيته زياده 1000 ما رضى، اعطيته تشيك مفتوح. قلت له حط السعر اللي تبيه وانا اخذه، يعني عشان اكون ما اظلمه لهالدرجه يعني. نعم والله، والرسائل عندي وكل شيء. قلت له تشيك مفتوح، حط السعر اللي تبيه وعطني اياه. قال لي لا انا ما اقدر ابيع لك انت بالذات، انا بعته من زمان ومش عارف ايش. رحت الاداره اشتكيت، قالوا لي لا ما في الحكي هذا، واذا ما يبونه يسلمونه، وشوف من اللي له الدور ياخذ. قلت انا اي واحد قدامي له الدور ياخذ، انا ما اتكلم عن نفسي، اتكلم عن حق القانون، من له الدور ياخذ. قالوا اعطتني وعد المديره مالتهم الاخت باسمه دهين، اعطتني وعد ان ما حد يسلمه وانه ياخذ الدور. بعد شهر واواجه الرجال اللي انا اشتكيت عليه، سلمت عليه وهذا، قلت له انا عاد، قلت انا اشتكيت بحق، انا اعطيتك حقك. قال لي لا انا بعت المحل وخلصت. يعني انت شايف ان حتى صار فيها واسطه واسطات، اللي عنده واسطه ياخذ بمكان احسن مكان، يعني اللي حتى اللي عنده فلوس ونفس ما انت عندك تشيك مفتوح، والله اعطيته تشيك. لو في واسطه التشيك ما راح يفيدك، ما يفيدك، اهم شيء الواسطه. وانا عند بكلامي وعند كل الادله اكيد، لا شيء موجود، انا ما اتكلم كلام من فراغ. ان الواسطه قامت تلعب حتى بالفلوس، اللي حتى اللي عنده فلوس، لا لان هي شنو كان بيع ومشترى بيني وبين شخص. هو قال لي بيع، قلت له انت حط السعر اللي انت يعجبك، انا حاضر، شنو تبي انا حاضر. يلا اخوي خالد، بس اسالك سؤال الحين، سؤالين هم. تفضلي. اول شيء موضوع الواسطه انت تأيده ولا لا؟ لا والله صراحه يعني الواحد ما يأيد موضوع الواسطه، لكن تضطرين ساعات تاخذين حقك بالواسطه، حقك تاخذينه بالواسطه. لا هو ما يصير ان انا اخذ حقي بالواسطه، لازم اذا ما قدرت تاخذين حقك، اذا ما قدرت تاخذين في قانون ما تقدر. اعطيك مثال ثاني، قصه صارت معي وانا مستعد اني اجيب كل الادله. رحت الشون عندي موظف ابي احطه مندوب، جاء الموظف قال لي ابيك تحط لي مندوب عشان اخذ الليسن. قلت له حاضر، لانه ما عندي مندوب. رحت لهم قلت ابي احط مندوب،
قالوا لي ما يصير، نحط لك مندوب مخلص معاملات. رحت للمدير كلمت يا جماعه، قالوا لي ما في قانون وما نستثني احد. قلت للموظف، قلت له والله ما اقدر خلاص يعني، اعتذرت من الموظف اللي عندي. قال لي لا انت وقع لي وعطني ورقه ومالك شغل. والله بعد 4 ايام ولا جايب لي اذن العمل مندوب. شلون؟ قال سويتها. شلون سواها؟ الشاطر يفهم. حلو. نطلع يعني نقول انت ما نقول لا الله كريم طبعا. انا صار لي موقف لما كنت عندي في المحل، ان احد الاخوات اللي قاعد تشتري من زباين انت حطيت لها العطر بزجاجه معينه، قالت لك لا انا ما ابي هالزجاجه، ابي الواحده الفلانيه شكلها اكشخ. فانت تهتم يعني لما تهتم بشكل ظاهري تصميم الزجاجه ولا تهتم بخلطه جوده العطر اكثر؟ انت حاضر صح. انا كنت موجود. انت كنت موجود. شوف في بعض الزباين يهم الشكل، ليش؟ لان يحط على التسريح يحط شكل حلو. صارت معي انا في عندي عطر يعني بصراحه كان عطر جميل جدا، مبيعاته كانت وسط. حطيت له زجاجه جميله والشغل تضاعفت مبيعاته. ليش؟ لان لما يكون عطر جميل ومتعوب عليه لا وهو غالي، ما يصير انك تحطه بزجاجه تعبانه ولا زجاجه رخيصه، لازم كل واحد يلبس تحطه على مقامه. صح. اكيد يعني كلام جميل. متابعينا اي احد عنده اي معلومه او يبي يستفسر عن اي شيء عن العطور شاركونا بتويتر @gathering_show بتويتر، وما راح نقصر راح نقرا المعلومات. اخوي خالد ابي ارجع لك بامانه، يعني صار مواطنين الكويتيين يخافون من سوق العطور، يقولون وايد عطور مغشوشه مو اصليه، اشتريها مبلغ كبير لما ارش يا تخرب الملابس يا ريحتها بسرعه تروح، فصار ماكو ثقه امانه في سوق العطور. فليش الامور شي صارت يعني قاعد تشوفها؟ المشكله مو بس بالملابس، الملابس سهله، المشكله في صحه الانسان. الحين العطر هذا لما ترشه على الايد وين الجلد على الجلد وين يروح يدخل مسام، يدخل في الدم. ليش العطور الحين اي عطر يستوردونه لازم يمر على وزاره الصحه يفحصونه ويشوفون انه مناسب للانسان ولا لا، لان في عطور مغشوشه. صح. العطور المغشوشه اللي هي ما تمر على وزاره الصحه باي طريقه تهرب ولا شيء، رخيصه جدا. هذه ممكن في اجزاء في عطور منها تسبب اكزيما. في ناس لما يحط بعض العطور تسبب له اكزيما لانه يدش داخل الدم. هني اللوم على منو توجه؟ حق البلديه؟ حق لا والله انا اللي اشوفه صراحه الجمارك مو مقصرين يعني، بس العتب على وين؟ اليوم يعني مثلا انا اشتكي او احتب بسيطه ابي اوجه كلام حق داخلها بيده ما حد يشوفها. لازم يشوفونه، شلون ما حد يشوفه؟ المشكله الزيت الكيلو يسوي لك 50 عطر، كيلو هالكبر. فهو لما يجي معاه كيلوين بجنطته يشوفه عطر يقول له استعمال شخصي ما يدري. هم صح. زين شنو ممكن ان الناس تنضر من هذه الاشياء؟ دش داخل الجلد ودش بالبسام ودش بالدم. في اضرار، انا ماني دكتور اقول لك شو الاضرار اللي ما مر عليك حالات شفت ان ناس في مره انا شفت في واحد قال لي انا اشتريت عطر من محل وسبب لي حساسيه اكزيما. اي وراح للدكتور وراح يشتكي وطلع فعلا العطر مغشوش. بس ما كان يسوي يعني حق اي شخص الا الجلد الحساس يسوي حساسيه. يعني انت كذي مضطر انك انت تحط لك دكتور بالمحل. اسعاف صغيره. كذي اسعاف. لا انا ما احتاج دكتور، انا ما احتاج دكتور عشان الناس لان عطور الحمد لله بشغلك. انت كذي بطلت عينهم. لا انا ما احتاج دكتور لان عطور الحمد لله كلها اكيد يعني بس متعوب عليها ولا مفحوصه كلها من وزاره الصحه يعني. ما يخالف، بس الواحد يبي يضمن، فالواحد ليش ما يحط له دكتور عشان يرش ويبين الدكتور يقول له في. لا خلاص يرش شويه تست يسوي على يده وينطر شوي. اذا صارت حمراء ولا زرقاء معناته مو ما في الا كذي. زين استاذ خالد، اخوي خالد، على طاري ان العطر ينحط على الايد وينحط ما ادري وين، قول لنا شنو هي ان اذا كل انواع البخور تتناسب مع الدهون، وين المكان ان احسن مكان ينحط فيه الدهن عشان ريحته تطلع اكثر او عشان ما يسبب ضرر او اذى حق اي احد؟ شوفي في اماكن مخصصه حق الدهون، اماكن مخصصه حق العطور. الدهون عاده يحطونها ورا الاذن، اماكن النبض ورا الاذن وعند الايد، هذه معروف يعني مو كلامي انا، معروف. بالنسبه حق العطور الناس دائما تتعطر كذي، نحط العطر هني بس. هني هذا اكبر خطا واكثر مكان. ليش؟ لان انت لما تتنفس تاخذ تركيز العطر وين يصير؟ على الرئه. ولما تمشي يضربك الهواء كذي ما ينتشر. لكن لما ترش العطر على ايدك على الغتره اماكن بعيده عن الانف، لكن لما تمشي لما تتحرك يضربها الهواء بزوايا تعطي اقوى انتشار للعطر، ثبات اقوى وما تاذيك. حلو. لان انت تلاحظ لما تحط عطر بعد ساعتين انت ما تشم، تقول لي راح العطر، هو العطر ما راح، انت تشبع خشمك من العطر
وصرت ما تشم. صح. اخوي خالد كلام جميل، بس في السؤال الاهم اللي راح يفيدنا احنا ويفيد المتابعين اليوم. اذا ابي افرق بين عطر اصلي وعطر مو اصلي مغشوش، عشان ابي افرق انا يعني يا متابع تعطي معلومه انت حق المتابع تفرق هذا العطر اصلي او هذا العطر مو اصلي، ما اقدر افرق بينهم انا. تقدر تفرق بالنسبه للعطور الماركات المعروفه اللي لها وكلاء تشتريها من وكيلها وتشتريها من المحلات اللي هم الموزع المعتمد. يعني تشتري من محل معروف، الافنيوز اي سوق يعني محل معروف. الحين هابين في اسواق يعني ابي اذكر عن المحلات يعني خلينا نقول الاسواق اللي بالديره يعني ما ابي اذكر اساميها بالضبط انا. هابين ان مثلا سعر العطر خلينا نقول بدينارين، الاصل بالمحل اوكي ب 20 و18، واكيد مر عليك المعلومه. الحين اغلب الشباب متوجهين حق وين؟ اللي الاسواق اللي بالديره، المحلات اللي بدواعيس، وهذا ان سعرها وايد اوفر. هذا المشكله عاد يعني الكلام اللي عندنا قبل شوي عشان على الجرح يبنى. اي جبت على الجرح يعني. شوف كل واحد يشتري، في ناس يدري انه تقليد ويدري انه مضر ويشتري. ليش؟ ميزانيته كذي. ميزانيته لأنه ما تلاحظ انك في مبالغه باسعار العطورات ما كانت كذي ترى قبل. في مبالغه في بعض الماركات انه يبيع اسم. انا اقول لك عندي دهن عود هندي كلكاسي، هذا مو تصنيعي انا، هذا هندي من مدينه في الهند كلكاس مشهور عالميا، يعتبر القانون. عندي موجود ابيع التوله ب 400، في محل شركه ثانيه بالكويت تبيعها ب 1200. ليش؟ خالد انا بس ما اي يعني وما بقاطعك طبعا. ثاني مره تذكر كلمه كلكاسي او العطر كلكاسي، نبي نعرف يعني كلكاسي هذا نوع من انواع الدهن العود. دهن العود الهندي في كلكاسي، في اكثر من نوع، في البورمي، في من بورما، في الكمبودي، في اللاوسي، في ترات، في اكثر من نوع. الهندي فيه اكثر من نوع، في نوع منهم اسمه كلكاسي. شنو يتميز هذا؟ فاخر جدا جدا جدا، لان اغلبيته يجي قديم جدا، لان الدهن العود كل ما يكون قديم يكون اقوى جودته اعلى افضل. هذا شوف مشكله الدهن، انت لما تشم الريحه الحلوه. بس انا ما عمري شميت هندي ريحته حلوه. شوف دقيقه انا قلت هذا الكلام اللي انت تقول هندي دهن عود ووصلت ل 1100. اي هذا الكلام اللي قلت. دهن العود انواع. اكثر نوع يحبونه وانتشر عندنا بالخليج اسمه اللي هو الكمبودي، بس للامانه الحين الكمبودي ما فيه ندر. بدينا نجيب شيء اسمه براتشين. البراتشين هذه مدينة على حدود كمبوديا مع تايلاند، هي أقرب شيء، هي الكمبوديا بس إنها داخل تايلاند في موجودة. هذا نكهته سويت اللي هو ريحته حيل حلوة، أي واحد يشم يحبه. هذا اللي انتشر وعليه طلب أكثر. الهندي من يشتري أهل العود، كيفة العود، الناس اللي تقدر تعرف العود هني اللي يشترونه. بس أما واحد ما يعرف العود في طلب عليه؟ في طلب بس قليل يعني مو كبير جدا. يعني مثلا انا ابيع بالاسبوع الكلكاس يبيع توله مثلا، الكمبودي يبيع 10 ب 20. زين اخوي وارخص وريحته احلى. اي ما قاطعك اخوي خالد، بس توي قاعد تقول على انواع العطورات، قاعد تقول اي واحد ينباع بسعر اكثر، اي واحد عليه الناس انه عليه اقبال من الناس اكثر، فحابين نقول حق المشاهدين ونعرف منك عن الاسعار وتفاوت الاسعار بين العطورات وانواعها. انا عندي الاسعار تبدا من 8 دنانير. عندي عطر اسمه حلم، واكثر عطر مبيع عندي، وعطر جميل حلو وسعره 8. ليش 8؟ تكلفته علي بزينه. شنو مكوناته؟ عطر فرنسي، يعني ريحته مثل تي قويه؟ لا سويت بس مو قوي حيل، بارد شوي مركزه. اي هالكلمه هذه محالي فيها. شوف قاعد طالع بتويتر ما شاء الله وايد اسئله يعني مو قادر اقراهم. وايد يسالون عن اسعارك بالمحل، يبون يعرفون بشكل عام. الاسعار الحين بعطيك الاسعار عندي تبدا 8، وفي عندي ب10، وفي عندي 15 الى 20. هذه العطور الفرنسيه والاسبانيه. في عندي قسم ثاني من العطور اللي هي العطور الفاخره اللي اسويها من دهن العود الطبيعي والورد الطبيعي، اسويها من شيء فاخر، هذه من 40 50 وانت طالع الى 90. وفي عندي عطور اسويها على الطلب، يعني انت تبي عطر خاص فيك انت دهن عود، تبي شيء فاخر 200 300 500 عاد حسب التكلفه اللي انت بتطلبها. تبي 100 ملي، تبي 50، تبي ورد زياده، يصل الى 800 الى 900. زين تفضل. نبي اغلى عطر عندك يا بالمحل. اغلى عطر اللي موجوده في المحل اسمه توأم روحي، سعره 90 دينار. السلام، انا بشتري هذا من اسمه حبيته يا ناس. وليش؟ لان في عن دهن عود
وفي مسك طبيعي. لو تعيد السعر حق المتابعين 90 دينار. 90 دينار، السعر يعني مو غالي. في عطور تلقاها بس عشان براند معين توصل لاعلى من كذا. حلو اخوي خالد، بما انك يعني ما شاء الله خبره كبيره بالعطورات وعالم العطر، في البعض يقول انه بالشتاء بس الرش، يعني الرش حلو، هذا وايد حلو، خوش بدليه هذه، الرش العود حلو، بالصيف لا العطور الفرنسيه، فصدق هالكلام؟ هو الناس يعني المبيعات مبيعات العطور العود عندنا بالشتاء تزيد. الناس تحب كذي، لكن في ناس يحطون بالصيف. انا واحد من الناس احط عود بالشتاء والصيف اي وقت يعني ما يمنع. بس ان الصيف بس حار شوف بالليل. لكن بالنهار اكيد ما راح احط عود، احط شيء فريش فرنسي فريش احط. استاذ خالد، من خلال ما شاء الله خبرتك كبيره بمجال العطور، نبي نعرف تقييمك حق سوق العطور بالكويت. والله سوق العطور بالكويت ما شاء الله في تنافس ما شاء الله، يعني في كم شركه بالكويت تنافس جدا راقي، و يعني التنافس اللي عندنا وعدد الشركات اللي عندنا اكثر عدد شركات بالخليج كله. الخليج. وتلقى يعني الشركات الكويتيه تلقاها موجوده في الامارات، موجوده في قطر، موجوده في كل الدول يعني. زين، طبعا اخوي خالد انت تو من شوي نوهت ان لما يعني اذا احد يبي يشتري عطر يدق على الشركه ويروح لنا بعينه عطر. لا مو عينه، جميع العينات تجيك البيت بصندوق، تشمين اللي يعجبك، جميع المحل قدامك يكون عندك في البيت. يعني هذه تعتبر فكره الاولى من نوعها، من وين جت لك هالفكره؟ جتني الفكره، انا اقول لك، كانوا يطلبون من عندي زباين نوصل لهم، يقول لي انا يمكن ما شميت عطورك، فنودي له حبه حبتين يشمهم، بعدين زدنا العدد، بعدين انا فكرت فيه قلت ليش ما اودي لهم كامل، المحل يكون متنغ كامل، تيجي المحل كامل بحيث انه الزباين ما يعرف المحل، اول مره يشوف او شاف اعلان، لان احنا مشكلتنا في تسويق العطور، لان العطر هو شم، فلما تحطين اعلان ما تقدرين تحطين الاعلان يمكن مو حلوه ريحته. صح. فانا اعرض لك اني انا اجي لك تشم العطر. على طاري شم العطور، في عطر سمعناه انه هو اغلى عطر في العالم، نبيك تقول لنا اسمه، وهل صحيح انه هو موجود عندك او هذا كلام؟ لا شوفي، هو اغلى عطر بالعالم هو عطر اسمه كلايف كريستيان. شنو نوعه ليش اغلى عطر في العالم؟ لان في قطع الملماس. العطر في قطع بالماس؟ في قطع الماس على الزجاجه، على الزجاجه اي هم مغلين سعره كذي، لكن لما تتكلمين كعطر اغلى عطر في العالم اللي هو الهندي الكلاكاسي اللي انا سويته، يبدا سعره من 400 500. وهل انت توافق سالفه ان انا ابي عطر بمبلغ ما ابي اعرف كم راح يكون، بس انه أنا عشان في الماس من داخل؟ لا، في ناس تبي تقدم هديه، تبي تقدم هديه، فلازم اقدم لك شيء فاخر. حلو. كل واحد يشتري شيء على ميزانيته. في ناس لما تقولي له مثلا العطر نفسه، لما تقولي له سعر رخيص ما يشتري.